هديه لطيفه يجيبها للبارتنر بتاعه، سواء كان مراته، خطيبته، لسه مصاحبين، وفي نفس الوقت الهدايا دي ما تبقاش كليشيه او تقليديه، وفعلا تتناسب مع 2025 ان هي فعلا تكون عمليه، وشريكنا اللي هنجيبها له ده او هيجيبها لنا نبقى فعلا محتاجينها وهنستخدمها. وبما ان المشكله دي دايما بتكون عند البنات ان هي مش عارفه تجيب ايه لشريكها، فالفيديو ده هيكون 10 افكار ل 10 هدايا ممكن البنات تجيبها للولاد في الفالنتاين. وبعد كده طبعا ممكن ننزل فيديو تاني الولاد ممكن تجيب للبنات، مع اني مش شايف ان دي حاجه سهله جدا، وفي حاجات كتير جدا ممكن النت تجيب، ممكن نجيب ميك اب، ممكن نجيب يعني حاجات كتير جدا. الاصعب الولاد بصراحه. طبعا هتلاقوني حاطط في الديسكربشن لينكات للحاجات دي او لحاجات شبه الحاجات دي اللي انا هقولها في الفيديو، تختاروا منها ايه اللي يعجبكم. انا اسمي احمد وبتكلم عن اللبس والفاشن واي حاجه تخص الولاد. لو اول مره تشوفني اعمل لايك الفيديو واشترك في القناه عشان يوصلك دايما كل جديد. وبما ان مفيش ترتيب لحاجات اهم من حاجات في الفيديو ده، فهقسم الهدايا حسب كل كاتيجوري، وهبتدي بالكاتيجوري بتاع الكلوزنج والاكسسوارز. واكتر حاجه اغلبنا مش بيهتم بيها، وانا واحد برضو بقول لنفسي انا مش بهتم بيها ليه، هي البوتس. البوتس من الايتمز اللي ممكن تدي للاوتفيت فاليو اكبر بكتير جدا من ان انت تلبس سنيكر او شوز عادي. بيبان فعلا لما بتلبس بوت كده شكله حلو ولطيف، الاوتفيت بيروح في حته تانية خالص. اعتقد اكتر سبب بيخلينا ما بنروحش للبوتس ان احنا مش بنبقى عارفين نلبس عليها ايه وامتى والحاجات دي. فخلينا كده سريعا نتكلم على انواع البوتس وازاي نختارها وممكن تتلبس على ايه. لو جينا نتكلم على انواع البوتس، الكومباكت بوتس، التشيلسي بوتس، والهايكنج بوتس، والهاف بوتس. في براندات كتير دلوقتي في مصر عندها اكتر من ديزاين للبوتس. اللي بيميز الاسعار عندهم غالبا بيبقى جوده الجلد وجوده النعل، اللي فعلا من اهم الحاجات اللي لازم تبص لها في البوت هي جوده النعل، لان البوت بيبقى قافل على الرجل، فالنعل لازم يبقى مريح 100%، ما فيهاش هزار. دي طبعا حاجه من الحاجات اللي بتفرق بوت عن التاني هو شكلها هيبقى عامل ازاي في الرجل، لان في بوتات بتبقى مجسمه شكل الرجل، وفي بوتات تانية بتبقى واسعه شويه، زي مثلا الهايكنج بوتس بتبقى مش واخده شكل الرجل بس بتبقى بتحمي الرجل وبتخلي شكل الرجل بالكي شويه، غير مثلا التشيلسي بوتس اللي بتبقى واخده شكل الرجل وبتبقى النيك بتاعتها على شكل الرجل وشكلها بيبقى واخد شكل رفيع قوي. في نفس الوقت برضو الباوتشز القماش بستخدمها وانا مسافر، بحط فيها البرفيومز، بحط فيها السكين كير بتاعي، بحط فيها فرشه السنان ومعجون السنان والحاجات دي، بتجمعهم لي يعني. ممكن احط فيها الشواحن بقى والاسلاك والحاجات دي كلها. فالباوتشز عموما من الهدايا اللطيفه جدا وبتبقى عمليه وبنحتاجها وبنستخدمها. في اكتر من براند بيبيع الحاجات دي سواء باسعار عاليه شويه زي زارا وماسيمو دوتي، في براندات اقل في السعر شويه واقل برضو في جوده الجلد زي ديفاكتو السي وكيكي. بس لو عايز رايي، الايتم بالذات اللي انت هتبقى خارج بيها كل يوم انا شايف ان لازم تبقى حاجه مميزه وحاجه غاليه شويه، بحيث ان دي هتبقى في ايدك طول الوقت، فحاول ما تستخسرش فيها يعني، او حاولي ما تستخسريش فيها. طبعا الولاد اللي بيتفرجوا على الفيديو ده متكيفين لان الهدايا دي هتجيلهم، فعادي جيبيها لي غاليه. وايه تاني برضو بيبقى في ايدينا اغلب الوقت ومش بنبقى مهتمين بيه قوي بالظبط كده، المحافظ او الكارد هولدرز، ايا كان هو بيستخدم دي ولا دي. ولو اني شايف برضو ان هو ممكن يستخدم الاثنين، لو بيحتاج كاش كتير ممكن يستخدم المحفظه، ولو ما بيحتاجش كاش كتير وبيحتاج كروت اكتر زي حالتي كده ممكن يستخدم الكارد هولدر، او ممكن يبقى حد تالت ويبدل ما بين الاثنين عشان ما يزهقش. مهم جدا طبعا تختاري حاجه نوعيه الجلد بتاعتها نظيفه وجلد طبيعي، وطبعا حاولي تختاري حاجه شكلها عموما وشكل البراندنج بتاعها لطيف، بحيث ان هو لما يحطها في اي حته كده تبقى ملفته للانظار وفعلا تبقى حاجه فاليبل. وطبعا لو جت سيره المحافظ والكارد هولدرز مش هنلاقي احسن من ليفان لوريس، فعلا مش عشان البراند يعني انا الاونر بتاعه، بس التيم اللي شغال على البرودكتس فعلا باذلين مجهود حلو قوي في الكواليتي وفي الفينشنج، حتى في الاكسبيرينس بتاعت التوصيل عموما، ان هم يبقوا ضامنين ان كواليتي السيرفيس وكواليتي البرودكت نفسه بتوصل ليكم باحسن طريقه. في ناس كتير جدا الحمد لله جربت الكارد هولدرز وورلت ومبسوطه منها جدا، خصوصا دلوقتي بقى في باسبورت وولتس وبقى في باي فولد وولتس للناس اللي بتحب الباي فولد وولتس، وده بسبب اغلب الفيدباكس اللي جت منكم ان عجبتكم جدا التراي فولد وولت، بس في ناس تانية كانت حابه ان يبقى في باي فولد وولت. تقدروا تلاقوها على الويب سايت بكل الالوان بتاعتها، هحط لكم اللينك بتاع الويب سايت برده في الديسكربشن. الهدايا اللي بعد كده ممكن تبقى كوت لطيف قيم يلبسه وهو كده خارج بالليل، او يعمل بيه لايرنج مع حاجات تانية. الولاد عموما بتخاف ان هي تروح للكوتس لان هي بيشوفوا ان هي ممكن تأيدهم، مع ان انا مختلف تماما مع الموضوع ده، خصوصا انا بحب اللايرنج وبحب البس حاجه فوق حاجه فوق حاجه، فالكوتس بتخدم الموضوع ده جدا. وفعلا اللي ما بيعملش لايرنج يا جماعه مش طبقات كده فوق بعض فعلا فايته كتير، خصوصا في الشتاء. يعني في الصيف الموضوع بيبقى اصعب عشان الدنيا بتبقى حر وكده، لكن في الشتاء الموضوع فعلا بيفرق جدا. في اكتر من براند طبعا عندهم كوتس بانواعها، سواء كانت ترينش كوتس او كوتس جوخ او كوتس صوف وهكذا. في حاجات في الهاي بادجت، في حاجات في اللور بادجت. في فيديو انا ما اعرفش انت شفتوه ولا لسه، كان بيتكلم على الكوتس اللي كنت جبتها من ديفاكتو. ممكن تلاقي اوبشنز لطيفه جدا على ديفاكتو واكتر من برايس رينج موجودين. لو البادجت بتاعتك خلينا نقول متوسطه، فممكن ده يبقى اوبشن لطيف جدا. وطبعا ممكن تاخدي خصم زياده
زياده من على الويب سايت بتاع ديفاكتو على اي حاجه موجود لو استخدمت الكود اللي انا حاطه دلوقتي ده. طبعا في برايس رينج تاني خالص في زارا مثلا هيبقى اعلى، ممكن نقول ضعف او ضعف ونص. الفرق في الكواليتي ما بقاش كبير قوي، بس ستيل برضو زارا طبعا احسن. بس لو البادجت بتاعتك اعلى شويه فممكن طبعا تروحي لزارا. طبعا اغلب اللي بيشوف الفيديو مستنيين يقول برفيومز، بس انا فعلا بقيت شايف انها حاجه تقليديه جدا، وان هي اسهل حاجه البنت بتجيبها للولد هي البرفيوم. وساعات مش بيعجبه، بس انا عندي يعني راي في الموضوع ده، ان في ولاد كتير عندها حساسيه مثلا من السبايسي، في ولاد ما بتحبش الورد، في ولاد ما بتحبش الحاجات دي. فمش شرط البرفيوم اللي انت هتجيبيه له يبقى فعلا هيعجبه. فلو انت عارفاه كويس وعارفه هو بيحب ايه فدي حاجه لطيفه جدا، ممكن تجيبي له برفيوم. طبعا لو مش عارفاه فدول كام برفيوم اعتقد ان هم اي ولد هتعجبه البرفيومز دي في الشتاء، زي مثلا توم فورد بكل انواعه، خصوصا اومبري ليزر او توباكو فانيليا. ممكن برضو فالجاري مين بلاك، ده بالنسبه لي يا جماعه احسن برفيوم بقاله 3 سنين دلوقتي، كل ما الازازه تخلص بجيب منها تاني. فعلا ده انا ما اعتقدش ان في حد ممكن يشم البرفيوم ده ما يعجبوش. مشكله البرفيومز في مصر ان اغلب اللي موجود اونلاين بيكون مضروب والجوده بتاعته ما بتبقاش عاليه، فاغلب اللينكات اللي هحطها لكم في الديسكربشن هتبقى لينكات التوكيل، هو ده اللي انا ببقى معتمده وبعتمد عليه وببقى واثق فيه 100%. لو بقى حد عايز حاجه اوت اوف ذا بوكس وفعلا هديه مش بتتجاب كتير ومحدش بيفكر فيها وتنفع للكابل، هي مثلا تراكر كابس تبقى يوني 6 تنفع للولاد وللبنات، خصوصا لو انتم من الكابلز اللي بيحبوا يلبسوا حاجات بعض. وطبعا لو جينا نتكلم على الكابس فاوبشن من احسن الاوبشنز من وجهه نظري، يعني مش عشان برضه انا صاحب البراند، هو ليفان لوريس. خلينا بقى نتكلم بجد شويه. الفيدباك فعلا اللي من الناس الكتير اللي اشترت الكابس لحد دلوقتي بالنسبه لي مبهر، وبالنسبه لي مخليني يعني بتكلم بقلب دلوقتي اكتر. في ناس كانت بالنسبه لها الكابس مش في دماغها اصلا ان هي ممكن تدخله في اللايف ستايل بتاعها، زي البنات مثلا ان هي ممكن تلبسه في باد هير داي مثلا، او الولد مثلا هو نازل مش لازم يشرح شعره فممكن يلبس الكاب وهو نازل. وفعلا ده شجعني اكتر ان في فرايتي كبير في الالوان، وفي الوان جديده بتنزل باستمرار كل شويه. فعموما ادخلوا على الويب سايت هسيبكم في الديسكربشن، اتفرجوا على كل الكابس وشوفوا راي اكتر من 15000 عميل راضي ومبسوط بالكابس، وده اللي خلاهم يرشحوها. نيجي بقى للتاني كاتيجوري ممكن نتكلم عنه، هو كاتيجوري الفتنس وبالذات المكملات. عايز اقول لكم ان دي من اكتر الحاجات اللي الشباب بالذات بيبقوا مهتمين بيها، على الرغم ان هي بقت اغلى واغلى دلوقتي. حاجه زي مثلا الواي بروتين من الحاجات اللي ما زالت موجوده في اللايف ستايل بتاعنا عموما، عشان دايما نكمل نسبه البروتين اللي المفروض تدخل جسمنا يوميا، خصوصا لو هو بيتمرن كل يوم. حاجه من الحاجات برضو اللي ممكن تبقى مفيده بالنسبه له حاجه زي المالتي فيتامينز، بقت غاليه برضو شويه، ممكن دي مع دي لو انت البادجت بتاعتك عاليه شويه. وبرضو هتكوني ضربتي عصفور بحجر ان انت ساعدتيه في حاجه زي كده، وفي نفس الوقت بتحافظي على صحته. حاجه برضو من الحاجات المهمه جدا جدا اللي خصوصا لو هو بيتمرن باستمرار في الجيم وممكن ما يكونش مهتم بيها، هي الايربودز اللي فيها نويز كانسليشن بالذات، لان طبعا الايربودز العاديه اللي ما فيهاش نويز كانسليشن هو مش هيعرف يسمع فيها كويس في الجيم لانه هيبقى دوشه. فدي من الهدايا اللطيفه جدا اللي ممكن تجيبيها له. ممكن برضه هو في المترو او هو في المواصلات يسمع فيها بودكاست ولا حاجه عشان يتسلى في الطريق، فدي هتبقى هديه لطيفه قوي. في منها طبعا برايس رينجز مختلفه وفي اكتر من حاجه. انا بشوف ان الايربودز بتاعت سوني بالذات اكتر حاجه فيها نويز كانسليشن عالي، انا جربتها واكتر من حد من صحابي جربوها، وفعلا دي هديه ممكن تبقى لطيفه ومش هتبقى غاليه قوي زي الايربودز بتاعت ابل. الكاتيجوري اللي بعده هيكون هو الهوم ابلاينسز، وحاجه من الحاجات فعلا اللي اغلب الولاد اللي هتشوفوا الفيديو ده هتريليت بيها قوي. مكنه قهوه صغيره كده بتعمل اسبريسو، ممكن يحطها في المكتب او ممكن يحطها في البيت، فعلا هيدعي لك الصبح كده وهو بيشرب قهوه. فعلا بشوف دي من اكتر الهدايا اللطيفه جدا اللي ممكن يعني انت كل يوم في حياته الصبح كده وهو بيشرب قهوه هيبقى فاكر. اعتقد الافكار اللي احنا اتكلمنا عليها لحد دلوقتي دي لطيفه جدا، وممكن ان البنات تقدر تبني عليها وان هي تقدر تجيب منها حاجات او حاجات شبهها. يعني كده كده انا هسيب لينكات الحاجات دي وحاجات شبهها في الديسكربشن. وزي ما قلت لكم في الاول الفيديو الجاي ممكن نعمله بقى العكس، هدايا ممكن الولاد تجيبها للبنات. فلو عجبك او عجبك الفيديو وعايزه ناس تانية تشوف الفيديو ده ويبقى عندها افكار جديده للهدايا الفالنتاين، اعملي شير الفيديو. ولو مش متابعني على انستجرام وتيك توك هسيب لك برضو لينكات على الديسكربشن. وبس كده، سلام.